هذا الخبر الهام. أهلا بكم. بعد الإفراج عن الشباب المغرر بهم في إشكال درعا، قامت مجموعة بإثارة التظاهر قرب الجامع العمري في درعا، وبدل أن يكون الإفراج مناسبة جيدة وإيجابية، أرادت هذه المجموعة تحويلها إلى فرصة لإثارة التظاهر ضد الدولة. وتبين لمصادر متابعة أن هذه المجموعة غريبة عن نسيج المدينة، وهي من عناصر مرتبطة بجهات تقيم في الخارج أمثال ريبال رفعت الأسد وعبد الحليم خدام والأخوان المسلمون. وحسب نفس المصادر فإن هذه المجموعة تتسلل إلى سوريا عبر الحدود مع الدول المجاورة، وهذا ما يجعلها خارجة على القانون، الأمر الذي يجعل السلطات مطالبة بملاحقة هذه العناصر ومنعها من تنفيذ ما دفعت إليه من تخريب للاستقرار وإثارة للبلبلة. كان هذا خبرنا الهام، إلى اللقاء.